السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتابع الحديث عن الضعفاء والذين من جملتهم كبار السن، وأريد أن آتي على أمر في ظني أنه مهم. رغبت أن أتحدث في شأنه البارحة، إلا أن الحديث عن كبار السن استغرق أكثر ذلك اللقاء، و10 دقائق في التيك توك لا تكفي أن تعطي هذا أو هذه الفئة حقها. كبار السن في الزمن الماضي يعني نتكلم في العصور الوسطى، أيام مثلا بعض الدول التي تتبجح الآن بالحضارة، كان كبير السن في أوروبا في الأمريكتين إذا كبرت سنه تخلص منه إما بالترك وحيدا أو أن يؤتى به فيرد رأسه بالحجارة، يعطونه كم ضربة بالحجارة ليموت وينتهي الأمر. حتى مستخسرين الخنجر أو يحدون له حديدة، لا، بالحجارة وخلاص. المريض كذلك كانوا يفعلون به ذلك، ما كانوا يقتلونه، كانوا يعلمون أنه ميت فبالتالي يتركونه وحده في العراء تنهشه الضواري. فيما يتعلق بالمعاقين مثل حالاتنا كانوا يسمونهم ذوي العاهات. وقريبا نتكلم عن قبل أقل من 100 عام كانت في أفران اسمها أفران الغاز، التي كان أدولف هتلر وجماعته يضعون المعاقين وكبار السن والضعفاء في تلك الأفران، لأنهم يؤمنون بألمانيا القوية، ويقولون إن ألمانيا يجب ألا تنمو وألا تعلو وألا تزدهر وتتقدم إلا بأيدي الأقوياء، ولا مكان للضعفاء. ألم أقل لكم البارحة أن شعارهم البقاء للأقوى؟ وباتت نمط حياة في العالم الغربي، حتى الناس الذين يتحدرون من أصول عربية. هناك وزير مصري شهير أيام عبد الناصر ذهب إلى لندن، لما كبرت سنه ولده أخذه ووداه إلى دار المسنين ومات هناك. بعدين سنتكلم عن اسمه شمس بدران. يمكن نعمل عنه حلقة، بس حتكون الحلقة هذه طويلة وربما نعملها في اليوتيوب، ما يصلح نحطها هنا في التيك توك، 10 دقائق ما تكفي. فالحاصل أنه كان هناك ولا زال بعض الإهمال في حق كبار السن وفي حق الضعفاء وفي حق المرضى وفي حق ذوي العاهات كما يقولون عنهم أو المعاقين. وأريد أن أقول أهمس بهمسة قد قلتها من أول وما في مانع أني أكررها مرة أخرى. يا جماعة، نحن لا نريد تجميل الأسماء، نريد تجميل الأفعال. جمل اسمي شكرا، لا تقول ذوي العاهات، قل ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، ذوي القدرات، اللي تبغى، لكن أعطيني فعلا يدل على أنك تقول هذا الاسم من قلب صارح، من قلب صادق معي. يعني ما أجمل ما تقول لي حياك الله يا أبو ليث، مرحبا بك وأهلا وسهلا، وأنت إنسان طيب وأنت تضمر لي شرا. أحسن أنك تقول لي حياك الله يا نسيت اسمك وهو عارف، لكنه لا يضمر لي شرا أو لا يضمر لي استخفافا. أود أيضا أن أشير فيما يتعلق بالضعفاء وفيما يتعلق بالكبار، لأن الله سبحانه وتعالى لما في بعض الناس يستخدم كلمة يا شيخ ليس على الأعمى حرج للاحتقار، احتقار الكفيف، ليس على الأعمى حرج، ليس على المريض حرج، ليس على الأعرج حرج إلى آخره. والحق أنها وردت هذه العبارة ليس على الأعمى حرج مرتين في كتاب الله. المرة الأولى في شأن الطعام، يعني بإمكانك أن تؤكل الأشخاص لا تتحرج. والأمر الآخر في شأن القتال، يعني أنه الأعمى لا يستطيع أن يذهب إلى القتال لأنه لا يجيد فنون القتال، وقد يقتل صاحبه فيما يسمى مثلا بالنيران الصديقة الآن، والعالم تستخدمها في غير محلها. هذه من عناية القرآن الكريم بالضعفاء،
إنه يا جماعة أنتم الآن يجب أن لا تتحرجوا، آكلوا الأعمى واجلسوا معه هو المريض وكافة الضعفاء، جالسوهم وآكلوهم آنسوهم، ولا تكلفوهم فوق ما يستطيعون، الذي من بين هذه الأمور القتال وغيرها من الأشياء التي تشق عليهم. الأمر الآخر، شوف سبحان الله، أحيانا يكون الضعيف شديد الصلاح فيعطيه الله من الكرامة ما لا تتخيله. انظروا إلى الشخص اللي هو أبو البنتين، لما وجد موسى عليه السلام امرأتان تذودان لا تقدران على أن تسقي حتى يصدر الرعاء، فلشدة صلاح ذلك الأب أبو المرأتين ساق الله إليه من؟ أحد أولي العزم من الرسل، كليم الله موسى عليه السلام، ليأجره قيل 10 حجج، هي من 7 إلى 10 حجج، يعني 10 سنوات أو 10 سنين. فسبحان الله، يعني إيش الكرامة العجيبة هذه لهذا الرجل. ما الشيء الذي بينه وبين الله ليأجره كليمه وأحد أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، الذي أرسل إلى فرعون وإلى بني إسرائيل. هناك أيضا أمر آخر، أحيانا سبحان الله، يعني غالبا ما يكون الضعيف ذا دعاء مستجاب. انظروا إلى دعاء زكريا عليه السلام لما قال لا تذرني فردا، قال هب لي من لدنك وليا، فأكرمه الله بيحيى على الرغم من كبر سنه، وهو اعترف قال بلغت من الكبر عتية. فكيف أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة؟ طيب، ننتقل أيضا إلى الأحاديث الشريفة. لدينا حديثان. الحديث الأول حديث رواه أو أخرجه البخاري بسنده عن سعد بن أبي وقاص لما رأى أن له فضلا على من دونه، ومقصود بذلك على من دونه ممن لم يقاتل، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ إذن الضعيف علامة قوة الأمة العسكرية والاقتصادية. إذا أردت أن تقيس مدى قوة أي أمة اقتصاديا وعسكريا، الأمة المسلمة، أنا أتكلم، الأمم الأخرى لها مقاييس أخرى، لكن الأمة المسلمة المنصورة على من سواها، فاعلم أن انظر إلى علاقتها بالضعفاء. هذا حديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لسعد بن أبي وقاص أنه يعني أنت فعلا جاهدت وقاتلت، ولكن اعلم أن هذا القتال أنتم بأيديكم، وأولئك الضعفاء كانوا يدعون الله عز وجل بألسنتهم ويلهجون بالدعاء، لا حيلة لهم، عاجزون عن أن يكونوا أمثالكم، لكن لأنهم يعني أرادوا ذلك ودعوا الله عز وجل فنصركم الله بهؤلاء الضعفاء ورزقكم الرزق اللي هو الفيء أو الغنيمة. الحديث الآخر أخرجه أبو داود وأصحاب السنن الترمذي والنسائي، وصححه الألباني في أبي داود في سنن أبي داود. قال النبي عليه الصلاة والسلام ابغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ومعنى ابغوني ضعفاءكم يعني هاتوا ضعفاءكم. كان النبي عليه الصلاة والسلام تفقد القوم فلم يجد الضعفاء، فقال جيئوا بهم أثناء الغنائم، جيئوا بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له 5 الغنائم والفيء كاملا يتصرف فيه، فغابوا، فقال لا جيبوهم، لأن معاملتنا للضعفاء على ضوئها يتوقف النصر والرزق من الله سبحانه وتعالى. فإذا شوفوا كيف مكانة الضعفاء عند في الإسلام، كيف مكانة الكبار السن، كيف مكانة المعاقين. هذه المكانة اللي عندنا في الإسلام، والتي على أساسها فعلا تعرف موازين قوة الدولة بشكل عام فضلا عن الأفراد.
والكلام في ذلك يطول، لكن هذا ما سمح به الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.